ميزانيات يومية وأسبوعية وشهرية. ميزانيتي بتبتدي من أول 200 جنيه لحد 3000 و4000، وخدي بقى كل ما هو في النص 300 400 700. ميزانياتي تشمل كل الفئات وكل الأصناف، بوعدك بجيب لك أقل الأسعار وأكتر أصناف موجودة في السوق. كمان بعمل ميزانيات يومية من أول 5 جنيه لحد 150 جنيه، ده بالنسبة لأكل البيت. سمي بالله وتعالى أقول لك أنا جبت إيه. جبت نص فرخة، كان ده 4 أجزاء من الصفح. بجيب الفراخ اقسمها على مرتين، او بمعنى اصح على 8 قطع، اشيل الدبابيس لوحدها، الصفحه لوحدها، الصدور لوحدها، الاجنحه لوحدها. الفراخ اليومين دول اسعارها معقوله جدا. جبت نص فرخه يعني 150 جنيه. اقصى فرخه جبتها كانت 150 جنيه، بما ان ده نص فرخه 4 قطع يعني 70 جنيه او 75 جنيه. بالنسبه للطماطم، الطماطم كانت موجوده عندي في البيت، وكمان هحسبها معاكي نص كيلو 7 جنيه عشان دي طماطم صلصه. جبت كمان ب4 جنيه شعريه، وب 18 جنيه رز كيلو الا ربع. صلي على الحبيب قلبك كتيب كده. فاضل تركة الطبيخ، هقول لك انا هعمل ايه، بس قبل اي حاجه ما تنسيش تكتبي ميزانيتك ايا كانت يوميه اسبوعيه او حتى شهريه، وكمان تقولي لي ميزانيتك اليوميه كام. يلا بينا. كمان جبت نص كيلو فاصوليا خضراء. الفاصوليا النهارده ب 15 جنيه، نص كيلو ب7 جنيه ونص. ده كان غدانا النهارده. هقول لك شويه تريكات تعملي بيها الاكل وازاي يرمي معاكي كميه كبيره، وفي نفس الوقت يكفي 4 اصناف، 4 افراد اسفه. ولو انتوا فردين هيقعد معاكي لمده يومين. جبت بصلايه حلوه كده خرطتها، وطبعا قبلهم خرطت الفاصوليا. انا اسهل طريقه بالنسبه لي الفاصوليا اللي انا اقصها بالمقص. عايزه تقصيها بقى بحرده، عايزه تقصيها اصغر من كده، انا بالنسبه لي الحجم ده حلو جدا، ولادي بياكلوها. طبعا غسلتها كويس قوي وبصفيها. وهقول لك كمان على تركات تخزين الفاصوليا، استني الفيديو الجاي ان شاء الله. لو لسه ما عملتيش اللايك اعمليه، وما تنسيش تكتبي ميزانيتك ايا كانت هي كام. وانا ان شاء الله وفضل من الله زي ما وعدتك هجيب لك اقل الاسعار واكتر اصناف موجوده في السوق. ده بالنسبه للفاصوليا. انا هنا بكمل معاك التقطيع. المقص اسهل كتير كتير من السكينه، وهيبقى هيوفر بالنسبه لك مجهود كتير. هسيبها بقى على جنب بعد ما خلصتها كده شكلها يشي وجميل. جبت بصلايه خرطتها، بصلايه كبيره، قطعتها في الكبه قطع صغيره على قد ما اقدر، وحطيت عليها ملح، فلفل اسود، ال7 بهارات. البصله دي هقسمها على نصين. الفراخ طبعا كنت نقعها في ميه بخل عشان انزل كل الزفاره اللي فيها. وهمسك البصل احطه تحت الجلد. ويا سلام بقى لو في صدور هتجرحي الصدر كده وتحشي فيه البصل المتبل ده. تركة خطيرة بتنقل طعم الفراخ في حتة تانية حلوة جدا، وفي نفس الوقت بتعمل شوية شوربة اللهم بارك. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هندعك الفراخ وش وده، وهقولك على التركة اللي بعدها. انا هنا خلصت الفراخ، بصي بدأت بقى شكلها كده اللهم بارك، يعني تقدري كمان تدخليها الفرن على كده. بس انا النهارده هطبخها. باقي البصلايه هحطه في الحله، وكمان بملى حمله تانية على النار عشان اعملها للمرقه. هاخد الحلتين احطهم على النار زي ما انت شايفه كده، وهغطي الحله بدون اي توابل تانية. ومن ناحيه تانية برضو هبدا اعمل الطبيخ. معلقه سمنه عليها معلقتين زيت. هشوح البصلايه يا دوبت ريحتها تطلع، انا عايزه ريحتها تطلع بس ما تاخدش لون. وهنزل بالفاصوليا تتشوح. هدي الفاصوليا تشويحه كويسه، ميتها كلها تنشف. ودي التركه اللي هتنقل معاكي الطبيخ ايا كان نوعه بقى في حته تانية. الطبيخ لما بتعمليه ني في ني فعلا بيكون طعمه مش حلو، لكن لما بتشوحيه مع البصلايه وتشمع بمعلقه السمنه والزيت بتعلي التست بتاعه، وفي نفس الوقت بتحافظي على لونه، بالذات لو كان لونه اخضر زي ما انت شايفه كده. ان الميه على النار، الفاصوليا هسيبها تتشوح. اول ما تتشوح ميتها نشفت خالص كده، تتشوح يعني كل الميه والسوائل اللي فيها تنشف. تقلبتين وهقوم نازله بالصلصه. الصلصه زي ما قلت لك كانت موجوده عندي في البيت. ابداي خزنيها كيلو في كيلو في كيلو، هتفرق معاكي. سعر الطماطم بدأ ينزل ولسه هينزل اكتر من كده. هدي الفاصوليا بلونها اللي انا حافظت عليه، وهتتسبك وهتستوي، وهغرف معاكي الاكل الجميل اللهم بارك. فاصوليا خضرا ب 15